تخيل تخرج من دارك نهار عادي بحال أي نهار، كتقلب على قهيوتك وتمشي تخدم ولا تقضي غراضك. المدينة هادئة والمقاهي عامرة بالناس، الضحك داير والهضرة دايرة بلا خوف، وحتى واحد ما حاس بالليل بلا قريب، حتى كتضرب الفاجعة فجأة وتبدل كل شيء في ثانية. السلام عليكم ورحمة الله، أنا أحمد ياسين وهذه قناة إيفوفيت ريل توك. اليوم غادي نهضروا على فاجعة هزات مدينة الفندق وخلات المغاربة كاملين في صدمة كبيرة. نهار السبت مع 10:50 الصباح، حي الباطيو استيقظ على مشهد مرعب. شاحنة كبيرة محملة بمواد البناء فقد السائق ديالها السيطرة وسط منطقة آهلة بالسكان. الشاحنة خرجت عن مسارها، ضربات 5 السيارات كانوا مركونين على جنبات الطريق، ومن بعد اقتحمت بقوة وواجهت مقهى كاين تحت بناية سكنية. الاصطدام كان قوي بزاف، تسبب في تماس كهربائي، ومن بعد اندلعت النيران داخل المقهى وطلعت حتى للشقق اللي فوقه. رواد المقهى تحاصروا وسط ألسنة اللهب، الصراخ عم المكان، السكان خرجوا مرعوبين، وعدد من المواطنين تدخلوا بشجاعة وحاولوا ينقذوا اللي كانوا محاصرين رغم الخطر الكبير. حسب الحصيلة الأولية الرسمية، الحادث خلف 4 الوفيات في البداية بعين المكان، و9 جرحى إصابتهم متفاوتة الخطورة. نقلوا المستشفى ثانية الرمل في مدينة تطوان لتلقي العلاجات. ومع تواصل عمليات البحث والإنقاذ، الوقاية المدنية تمكنت في المساء من انتشال جثة أخرى من تحت الأنقاض، وضحية آخر توفى متأثرا بمضاعفات الجروح في المستشفى. وبهذا ارتفعت الحصيلة النهائية إلى 6 الوفيات، وعدد من المصابين مازالين تحت المراقبة الطبية. الشاحنة بقات عالقة بين 2 بنايات، الأولى فيها مقهى وشقق سكنية، والثانية فيها محلات تجارية وفندق صغير غير مصنف، والأضرار كانت كبيرة ماديا وبشريا. حضروا جميع السلطات، الأمن، الوقاية المدنية، السلطات المحلية، ورافعة ضخمة تابعة للقوات المسلحة الملكية باش يتم رفع الشاحنة من بين الأنقاض، وتم فتح تحقيق رسمي تحت إشراف النيابة العامة باش يتحددوا الأسباب الحقيقية لهذه الفاجعة، واش بسبب خلل في الفرين، ولا بسبب تقل الحمولة، ولا خطأ بشري في السياقة وسط حي سكني. هذا الحديث خلى الفندق تعيش على وقع الحزن والذهول، والسكان طالبوا بإعادة النظر في مرور الشاحنات الثقيلة وسط الأحياء باش ما يتعاونش هذا السيناريو المأساوي واللي يبقى الحفاظ على الأرواح فوق أي اعتبار. منين كنسمعوا بهذه الأخبار كنعرفوا باللي السلامة في الطرقات ماشي خيار، بل ضرورة باش نحافظوا على حياة الناس الأبرياء. رحم الله الضحايا والشفاء العاجل للمصابين، والله يصبر عائلتهم وذوينهم، والسلام عليكم.